النهارده في خناقه شغل معانا حد اتش ار، اشتغل في كوربريت، اشتغل في اس ام اي، اشتغل از ا كونسلتنت اند هي از ا كوتش. معانا شريف يزيد هيدينا لاندسكيب واسع على توبيك ريليتد بجين زي، وهو السرعه والاستعجال على التايتل. الاول عايزينك تعرف نفسك يا شريف قبل ما ندخل في التوبيك الساخن ده. انا اسمي شريف ابو اليزيد، ده اسم الشهرة شريف يزيد. اوكي. وانا بقالي يمكن اكتر من 20 سنه في مجال الاتش ار. يعني سبيشاليتي بتاعتي اكتر كمان في تالنت اكوزيشن، ويعني عديت على اشتغلت في سيكتورز كتير. يعني من ضمنها خلينا نقول التلي كوميونيكيشن، الريتيل والفاشن ريتيل، السوفت وير انجينيرنج، الديجيتال ماركتنج، ايفنت مانجمنت. واشتغلت شويه كونسلتنسي، وريسنتلي جويند الكوتشنج كلوب كمان. فده يعني كده بسرعه. ايوه، مالتي تالنتد، وذاتس وات ميكس يو سبيشال بصراحه. ودي يعني يمكن النضاره اللي انا I am very happy to have today. هي لما احنا بنيجي نبص كده على تغيير مفاجئ او تغيير حاصل جلوبالي، والجين زي او هنسميها بقى مش جين زي، هنسمي الجنريشن شيفت is one of بنسميها the business psychology trends او الاوكيوبيشن psychology trends اللي بنناقشها اليومين دول، لان هي عامله تغيير في الورك بليس. النهارده عايزين نتكلم على التوبيك بتاعه استعجال الجنريشن اللي لسه داخله شغل على التايتل، وازاي دي حاجه فعلا بتامباكت البيهيفير بتاعهم في الشغل وفي بيئه العمل وفي تعاملاتهم مع المانجرز بتاعتهم. ده حقيقي جدا. يعني انا ممكن اكون طبعا مش مقصود كان الدايفرستي اللي كانت في ماي جيرني، يعني في الشغل في الشركات اللي اشتغلت فيها على ديفرنت سايز كمان. يعني كان من البيج فايف، يعني او سوري المالتي ناشونال والاس ام ايز وشركات حتى اللي هي الفاميلي بزنس الوان مان شو شويه زي ما بيقولوا. الجين زي از ذير في كل الكيانات دي. الواحد كان طبعا بينجيج معاهم بحكم البوزيشن بتاعه از هيدنج الاتش ار او doing the people management role. وكان كنت دايما بلمح البيس بتاعه الجنريشن ده. يعني كان بيبقى فيه findings كده الواحد او observations كان الواحد بياخد باله منها، ليها علاقه ان هم ممكن يكونوا المفتقدين شويه حته الصبر to be made. ممكن يكون قابلني نماذج كتير. في نموذج اللي هو بيبقى موجود لمجرد ان هو بيحاول يجرب او يحتك بالسوق، بيحتك بالانفايرمنت بتاعت الشغل. ممكن يكون عندهم يعني طبعا انا بقول ان هم كلهم they are lucky يمكن عن الجنريشن بتاعنا ان هم عارفين شويه حاطين ايديهم على التالنتس بتاعتهم من بدري. بس في نفس الوقت بيبقى عنده فكره اللي هو لازم يجرب ويشتغل في شركه ويبتدي يحتك بحته الكوربريت شويه. فبحس دايما ان كان بيبقى فيه صراع كده ما بين التالنت بتاعته اللي هو ممكن تبقى عامله له ويننج بره الشغل، بره شكل الشغل وبره شكل الشركه، الفورم بتاع الشركه لو بنختصرها يعني في كلمه شركه، كومبيرنج بالاوبورتونيتيز اللي ممكن تكون محطوطه قدامه فور سكسس جوه الشركه. ناس كتير كانوا بيبقوا مش بيشتغلوا لمجرد ان هو بيجرب ده، وهو عنده الهيز ولا هير اون دريم بره، وممكن يكون في حاجه تانية خالص. يعني قصدك ان هم بيشتغلوا في الشركه عشان اهداف تانية، maybe they want the money مثلا او حاجه، بس هم عندهم their own dream بره اللي they want to pursue one day. طبعا احنا I know we're not generalizing، يعني مش هنقول 100% of the situation of the population، بس يعني
كتير منهم كده، ده اللي قصدك تقوله؟ اللي قصدي اقوله ان هو على حسب الكاركتر، احنا مش بنعمم فعلا، بس في نفس الوقت بيبقى ممكن يكون مثلا ناس جايه بتشتغل ريكومندد من اصحاب البيزنس، قريب حد مش عارف، دي قابلتني، وبيبقى هو عنده اوريدي حاجه بره بيعملها. اوكي. فاداؤه جوه في الشغل لما بيبقى عايز يابايد للسيستم اللي موجود في الشغل ما بيبقاش بالديسيبلين الاكسبكتد. اوكي. في نماذج تانية طبعا بتبقى عايزه بتكافح وبتبتدي حياتها وبيبقوا it's about money. بس طبعا بيبقى في بداية دايما الشغل دلوقتي، في اي حد بيبتدي يمسك الجونيور ليفل بيبقى لسه فريش جراد او عنده 1 2 years experience، بيبقى العائد بالنسبة للمرتبات اللي موجودة ما بتبقاش مجزية جدا، فبيبقى عليه ان هو يعمل حاجة بره الشغل، وموست بروبلي بتبقى بتجيب له فلوس اكتر، فبتحسي ان الفوكس بتاعه مش موجود ال 100% انجيجمنت اللي انت بتبقى عايزاه منه جوه الشغل، والاداء بتاعه و فبيبقى تحسين مستعجل. قابلني برضو ناس بيبقى عندهم، بس دول بيبقوا فعلا I really like in يعني one of the companies اشتغلت فيها كنت HR manager، وكانت one of the biggest يعني advertising agencies في مصر. كانت قابلني نموذج كده لذيذ جدا، كانت حد بيشتغل على جونيور ليفل، بس كانت بتتعلم. هي عندها plan for the future ان هي تبقى she will be an entrepreneur، تقريبا كانت هتعمل حاجه فيها يعني تبقى براند اونر لحاجه معينه، وكان شغلها جوه الايجنسي a part of her learning process. اوكي. فهي ده نموذج ممكن اكون ما قابلتوش كتير، اللي هي بتستفيد من وجودها وهي حاطه نفسها تايم فريم، هتشتغل جوه التايم فريم ده لوقت معين، بعد كده she will leave. وقالت لي ان هي بلان ان هي كمان she wants to try something different، ليه علاقه بان هي كانت عايزه تاخد كل الاسبكتس بتاعت البيزنس اونر. انا عايزه اجرب اعمل ده واعمل ده واعمل ده، بحيث ان انا لما اجي كرييت ماي اون ثينج ماي اون براند ابقى انا فاهمه الاكتيفيتيز دي كلها اشتغلتها. اوكي. فده برضه نموذج ثالث. فبس يعني طبعا النموذج الثالث ده شويه البيس بتاعته ما كانتش سريعه، لان هي بتتعلم بالظبط، وحاطه لنفسها تايم فريم هتتعلم فيه. التايم ده خلص خلاص. فاحنا خلينا نقول كده انه النماذج اللي انت قلتها كلها صبة في حته انه مستعجلين، يا اما مستعجلين to reach somewhere، او مستعجلين علشان يسيبوا الشغل ويعملوا شغلهم بره، او مستعجلين انه هو باصص على تايتل تاني بره خالص وهو عايز ياتشيف التايتل ده. ففي الاخر هل المايند سيت بتاعهم انه I want to grow and I want to grow fast؟ exactly يعني يعني اقدر اقول بتفسير كمان ان هو البيس بتاع الحياه دلوقتي مش زي زمان. يعني زمان ده اللي هو هنقول 10 to 20 مثلا years ago. دلوقتي الامور سريعه جدا، الماركت سريع جدا، بيتغير جدا في كل حاجه، الديجيتال وورك والاي اي والكلام ده كله بيفرض تشالنجز على الجنزي مثلا، لو هنقول الناس اللي هي بتشتغل في الليفل ده، ان هو يبقى ده اللي بيبقى طبعا اليرتد وباصص على الماركت وعايز ان هو يوصل لحاجه، ان هو لازم يتعلم، لازم يبقى متابع الماركت بيحصل فيه ايه، وتستدي ويبقى الايند ايه اللي بيحصل بره علشان يجرو، يلحق بالظبط، يجرو بقى فاينانشلي، يجرو ان هو يبقى فاوندر في شركه، عنده شركته، عنده بوزيشن كبير، وده بقى متاح في الكام السنين الاخيره بسهوله. دلوقتي كان زمان مثلا برضو لما كنت بتكلم على حته الباست كان عامل ازاي،
ان كان ممكن واحد يفضل في مكان لو شركه كبيره مثلا بياخد وقت كبير علشان يترقى، علشان يبقى من جونيور لسينيور لسوبرفايزر لمانجر. ده يعني it was taking years. دلوقتي لا، دلوقتي مش كده خالص، ما تحسبش كده. دلوقتي ما تتحسبش كده ولا هم مش متقبلين ده؟ مش متقبلينه، بس بقى في وراه لوجيك وفي وراه، يعني بحس ان انا عذرهم جدا. لان هو تحقيق الثروه عموما دلوقتي بقى شيء ما تحسيهوش ان هو شيء مميز، هو بقى شيء عادي ان شخص يبقى معاه فلوس كتير، وده ده هدف بقى، مش هدف مختلف او غريب. الشهرة، الفلوس، الموضوع بقى السكيل بتاعه كبر قوي. اوكي. وبالتالي لو هو ملحقش زي ما كنت بتقولي دلوقتي ان هو يعمل حاجة زي كده في وقت صغير، فهو ممكن يبقى ايه زي ما بيقولوا القطر فاته. فممكن تلاقي ناس التزمت، لو انا بحط نفسي مكانه، التزم بالكارير باث بتاعه، الهيراركي بتاعه، ورغم ان هو بيتعلم وبيتعمل وفضل صابر على ده، ممكن يحس جوه الرحله بتاعته وهو قاعد جوه ان هو مش هيبقى، ان هو متعطل، ان هو متاخر، القطر فاته زي ما بيقولوا. فبتعمل طبعا بتعمل سايكولوجيكال ايشوز كتير وتشالنجز وسيلف تشالنجز كتيره جدا. وانا طبعا من حته او البرسبكتيف بتاع الاتش ار بتلاقي ناس مش مركزه، وتلاقي ناس من الديسبلين عندها مش اقوى حاجه، وبيبقى مشتت وبيبقى عايز يعمل حاجه ومستعجل عايز يترقى بسرعه. يعني بنلاقي حاجات زي دي كتير. فاحنا to wrap up اول حته، الامباكت بتاع البيهيفير بتاع جين زي في الاستعجال is reflected في حاجات multiple، منها انه بيبقى مستعجل في الشغل، متوتر، شغال في الشركه بس عينه بره، شغال في الشركه بس هو في دماغه عايز يعمل حاجه بره، سواء اذا كان ده في منه حاجات كويسه او حاجات وحشه. بس في الاخر انا ككوربريت اللي بيحصل لي في المؤسسه وانا مستني الكانديديتس يجولي علشان يعني ياخدوا السلم الوظيفي العادي، اللي حاصل عندي هو كل الحاجات اللي انت قلتها دلوقتي. عايزه ازود كمان حاجه، ودي من كنت في سيشن مع سينيور ماركتنج مانجر، وكان actually مرتين she had the same case more or less قريبين من بعض. كان الامباكت on the behavior على ان الشخص الفلاني ده ما اخدش الايفالويشن اللي هيوصله للتايتل اسرع. الموضوع كان واصل يا شريف لاجريشن، انه عارف زي ما يكون انا كويسه وجميله وكل حاجه، بس وانس ان انت جيت على التايتل بتاعي انا هعضك. فالفكره انه the session يعني that we were going through، انه هي مش قادره تفهم ازاي فجاه بيتحولوا لهذا الاجريشن وهذا اللي هو الاستحقاق بتاع I deserve this. وهي من وجهه نظرها بتقول هم الولاد بيبقوا كويسين، انا مش بقول لهم ان انتوا وحشين، بس you didn't get the right maturity انك تبقى leader. فدي بقى الحاجه اللي عايزه اقول عليها، انه it is a problem. يعني احنا معاهم في انه الدنيا سريعه وان الدنيا محتاجه تمشي اسرع، بس في الاخر يا شيف احنا عارفين انه لما احنا بنلعب بالمانجيريال ليفل، الليدرشيب سكيلز اند اندرستاندينج بيبل، واني اقدر احل مشاكل واخد ديسيجنز بسرعه واعرف احل اخطاء حصلت ومانج تيمز ومانج نفسيات في التيم، يعني سواد ده بيعلى، والتكنيكال بارت بيقل، لان انا كمانجر مش هقعد اعمل حاجات بايديا. فهم مش فاهمين ان بارت اوف ذا جيرني انك تعرف تتعامل مع كل البؤس في التعاملات مع البني ادمين دي. فدلوقتي هنا في مأزق بقى، يعني احنا نستنى دلوقتي علشان هم محتاجين يفهموا الماتيوريتي دي، ولا نمشي بسرعه ونديهم سكيلز، ولا نعمل يعني؟ رايك ايه في المأزق ده؟
او مأزق فعلا. والله انا شايف دايما الواحد بيحب يبقى يبقى رياليستيك شويه، وهو يعني زي ما بقول لك انا بعذرهم، وهو احنا مش هنعمم برضو، يعني مش كلهم في ناس كويسين وفي ناس قاعده وفي ناس بتصبر، وفي النموذج ده موجود وممكن يكون كتير كمان. لكن احنا بنتكلم عن النموذج اللي انت لسه بتحكي عليه ده بالتفصيل. انا شايف ان كل حد منهم عنده طموح، لازم يعمل له بلان. هو موجود في المكان اللي هو فيه ده ليه، وعايز يبقى موجود فيه لحد امتى، وهو موجود فيه بيشتغل على نفسه بره. I think ان هو لما يبقى فيه بلان النفوس هتهدى، صح، وهيبقى مش حاسس ان هو عارفه الفير اوف ميسنج اوت، انا فايتني حاجه، ان انا ابقى مليونير. لو رحت عملت مثلا وات ايفر، يعني بروجكت، اي حاجه جت في سكته، صحابه عملوا شركه، طب تعالى معانا، طب وهو اوريدي بيشتغل في مكانه، طب ما انت موجود في مكانك ده ليه؟ لازم تكون اهدافه واضحه. علشان الفلوس، النموذج اللي قلناه علشان الفلوس خلاص، هو لازم هيوفر 8 كورسات هياخدها من شغله في المكان ده، فخلاص لازم تحط كل ده على بلان وتايم. ولما تبقى شايف انت ممكن تبقى عامل ازاي، الكلمه الشهيره بقى بتاعت الاتش ار، شايف نفسك فين كمان 5 سنين و3 سنين، مش عارفين هنبقى ايه بكره. على فكره والله يعني رغم ان هي الجمله ضحكنا عليها كتير واتعملت ميم يعني، بس هي كلمه على فكره معبره جدا، هي حقيقيه جدا. بس هم فعلا ما بيبقوش عارفين انا بكره عايز ايه، ما دي المشكله. ما علشان ما فيش بلان، فانا ما ينفعش يبقى عندي، انا وجهه نظري ما ينفعش يبقى عندي الشعور بتاع اني متوتر ومضغوط وفي مكان بيضيع لي عمري ومش هوصل فيه لحاجه، وانا اوريدي ما بعملش حاجه اصلا. اوكي، بره ما عنديش صوره اكبر لمستقبلي في الفتره اللي جايه. لما يبقى الصوره دي موجوده، انا متاكد ان كل شخص هيبقى عارف ان هو قاعد في المكان ده، وبيحاول بقى يستفيد في الوقت اللي هو حاطه لنفسه، بان هو بقى بيستفيد زي ما قلت، بياخد من مرتبه، بيحاول ياخد كورسات، بيحاول يبقى موجود، ممكن يكون اوريدي المكان اللي هو فيه بيعلمه تكنيكال في الحته اللي هو عايز يكبر فيها سيل، او عايز يروح بره في حته تانية، او عايز يروح شركه اكبر. ممكن يكون، خلي بالك برضو، هي مش لازم نحصر الناس في ان هم عايزين يعملوا شركات. الناس دي هي عايزه تسيب الشركه دي علشان يعملوا شركات هم بتاعتهم، لا، هو في ناس عايزه تروح شركه اكبر طبعا، وفي ناس عايزه تغير الاندستري، وفي ناس عايزه تغير الكارير بتاعها كمان. وده حصل كتير يعني، وبيحصل في بدايات رحله اي حد في شغله. ف يعني انا شايف ان هي لازم تكون فعلا في رؤيه، كل واحد لازم يكلم نفسه ويشوف الماركت عايز ايه، ويبقى بريبيرد، علشان ما تلومش نفسك لو انت اوريدي ما عندكش حاجه، ما عندكش فيجن، وجاي تتضايق وما ترضاش في المكان اللي انت فيه، وحاسس بالاحاسيس السلبيه، وحاسس الكلام اللي احنا قلنا ده كله. بفكركم تاني بليز، يعني I appreciate your subscription, I appreciate your interaction. الانتراكشن الحاجة اللي بتخلينا نعرف ان في حد سمعنا او شايفنا، and يعني hopefully it keeps this program going. فيعني خلينا نقول كده انه يا شباب، اول ستيب عايزين نعملها انه نبدأ بالسلف اويرنس. مش عايزه اقول سيلف اويرنس الكلام ده، عايزه اقول ذاكر انت عايز ايه. الفكره انه خليني اقول لك برضو يعني شويه الامبليكيشنز بتاعه الضغوطات بتاعه السوشيال ميديا على التايتلز، وعلى انه فلان he was an entrepreneur when he was 17 which is good. ما بقولش انه ده مش بيحصل، هو بيحصل، بس احنا ما نعرفش النهارده هو he's an entrepreneur, he started to be a business. وزي شفنا الولاد بتوع شاركس تانكس يجننوا، لسه مش عارفين الجيرني بتاعتهم ايه، ولسه مش عارفين هيكبروا ولا هيسيبوا بعض ولا لسه، احنا لسه مش فاهمين. بس what I know دلوقتي ان انا عندي bright minds. فالفكره بقى ان تيجي تلاقي ابنها ما بيعملش حاجه تتخض،
فتوتره فيتوتر فيكتئب فيروح يطبش فيشتغل شغلانه ما يبقى مش عارف هو عايز ايه. بقى العبث ده بيحصل نتيجه لضغوط السوشيال ميديا والبيكتشرز اللي مش خلصانين منها جنب العربيه الفلانيه وجنب البوزيشن العلاني. وكتير لما بقعد مع الولاد الجان زيرز بيقولوا لي اللينكد ان بيخضنا. وحتى لما انا بعد ما بخلص المحاضره ابص على لينكد ان ببقى عايزه اقول لها هو انت جايبه السطرين دول منين؟ يعني يا بنتي انا لسه شايفاكي وانت في الجامعه اصلا، فدول جايين منين؟ فاني واي الامباكت بقى انه على السايكولوجيكال سايد بتاع الجنريشن بقى دي انه معلي الستريس ليفل عندهم، طبعا anxiety, interestingly envy، ودي things we don't talk about، ان كلنا عندنا dark sides. فمن الدارك سايد اللي بيطلع انه انا بحس ان انا بحقد على اللي قدامي او غيران او بحس بانه هو ليه كده. it does happen، مش في نفوس كل الناس بس it happens. feel of failure، على طول بقى الناس حاسه انها فاشله، و lack of confidence. وعشان كده الجنريشن الصغيره عندهم اكتر من الحاجات اللي عندنا بكتير and they're not confident. ده احنا كنا بنخاف اصلا نعمل نص اللي انتوا ازاي الكونفيدنس كده. وفي الورك بليس الامباكت انه بقى في كويك وينز على الانوفيشن وعلى البوتنشال جروث بقى عالي، لانه انا عايزه ابان، انا عايز اكبر. فبقى الوقت اللي باخده عشان اطلع الانوفيشن بقى وعصاره الشخص بقى لا انا عايز حاجه سريعه. فعشان كده حتى تلاقي الاعلانات شبه بعض، الاستراتيجي زي بعض، بقى كله ترندز. بقى عندي سكيل جاب، بقى عندي مشكله ما بين الجوب ساتسفاكشن والليدرشيب. لو الشخص مبسوط في الشغل he will be a good leader، لو الشخص مش مبسوط في الشغل مش هيبقى good leader. فالموضوع ده عامل مأساة on a psychological level and on a workplace level. الفكرة بقى يا شريف، انت من وجهة نظر حد اشتغل في سمول شركة صغيرة وشركة كبيرة وكوربريت ومالتي ناشونال، عايزاك تقول لهم حقيقة التايتل. يعني أنا لما أبص على تايتل كبير في شركة صغيرة غير لما أبص على تايتل صغير في شركة كبيرة. يعني مش معنى أن أنت حطيت لي General Manager in a company of 4 people أنت بقى General Manager. بس لو أنت you are whatever يعني جونيور مثلا في big company، اوكي ده بيديني set of skills. فبرضو استقراءك للموضوع كحد بقى ريكروتر وجاي لك ببيج تايتل in a small company. It was not about title. يعني خلينا نقول كل واحد عنده هدف. انت عايز الهدف ده ليه؟ يعني ايه اللي بعد ان انت تبقى ماسك التايتل ده؟ وفي نفس الوقت برضو انا عايز ارجع شوية في سؤالك للحتة او الاوبزرفيشن بتاعت حتة ان احنا بنبص لبعض وبنغير من بعض والكلام ده، لان هو كلام مهم جدا. هي لو انت جيتي برضو تعملي كده فوكس هتلاقي يعني اغلب كلام الناجحين بيبقى ان هم يقولك بص في ورقتك، ما تركزش مع حد تاني، لان كل واحد ربنا خلق عنده سكيلز غير التاني. صح. وكل واحد بيبروسس السكيلز دي، القدره بقى كمان على ان انت تبروسس السكيلز بتاعتك، سرعتك غير التاني. صح. ففي حد ممكن يبقى سريع في ان هو عنده سكيل معينه في حاجه معينه في شغله توصله اسرع من حد تاني. فبالتالي انا شايف ان فكره المقارنه فكرة يعني فكرة مش واقعية. يعني لأن هي أنا إزاي هقارن نفسي ببني آدم هو سرعته غيري وقدراته غيري وشاطر في حاجات أنا مش شاطر فيها وأنا شاطر في حاجات هو مش شاطر فيها. فبالتالي أنا بضيع وقت في المقارنة. فكل واحد لو ركز في الباث بتاعه هيبتدي
ولو زي ما قلت لك من شويه فكره البلان، انا بعمل مايلستونز في البلان، انا عايز احقق ايه في البلان بتاعتي. اوكي. لكن لو قعدت اربط دايما نجاحي بمين مشي اسرع مني وابعد مني، فممكن يكون نفس الباث، انا كده بظلم نفسي. وبعدين برضو الفكره بتاعت التايتل لو هنرجع لها تاني، التايتل ده مش هدف، هو التايتل ده وسيله. ان التايتل مربوط بجوب ديسكريبشن، مطلوب حاجات تتعمل في الشغلانه دي اسمها 1 2 3 4، ومحطوطه في ليفل اكس من مانجمنت او دايركتوري او ايا كان، وخلاص وحطينا في الاخر التايتل اللي بيعبر عن ان هو ده الشخص اللي هيعمل الديوتيز دي. الفكره كلها ان انت لو بصيت على التايتل، يعني جنرال مانجر اللي في الشركه اللي بيمانج 4 ده، هو جنرال مانجر، هو عايز جنرال مانجر دي ليه؟ يعني عشان بير بريشر. ما دي المشكله يا شريف، يعني نرجع لحته يعني احنا البير بريشر كان على ايامنا، فاهم؟ ايه، ابني يشرب سجاير وهو صغير، البير بريشر صحابه هيأخروه بره. دلوقتي البير بريشر دخل في التايتلز، يعني فاهم؟ التايتل ده فخ كبير جدا، لو حد اخد فخ. تايتل كبير طبعا فخ. طبعا احكي لنا اكتر. طبعا يعني طبعا يو ار ريكروتر. ممكن واحد يظلم رحلة حياته كلها ان هو خد تايتل كبير بدري وهو شكرا. مش قده. يعني انت عملت تيرن اوف. انا كراجل ريكروتر مثلا لما الاقي حد جنرال مانجر واخد التايتل بتاع الجنرال مانجر على شركه صغيره فيها 4 مثلا ولا حاجه، ديفنتلي يعني جنرال مانجر از جنرال مانجر، حد فاهم فاينانس وفاهم اتش ار وفاهم ماركتنج وفاهم كوميرس، يعني حاجات كتيره جدا، وممكن يكون دايرس ماستر ولا ايا كان دي بي اي ولا ايا كان اللي خده، وعنده سكوب كبير في الشغل، الحجم الشركه نفسه عامل ازاي، الهيد كاونت اللي فيها عامل ازاي. احنا بنقيم التايتل هو مسؤول عن شركه، قدرات الشركه دي ايه وموقفها ايه فانا دلوقتي لما اجي ابص على حد واخد التايتل ده على شركه صغيره، فانا فاهم كويس جدا ان هو ما عندوش المعترك بتاع ان هو يمارس التايتل ده على الارض. فبالتالي هي هتفضل موجوده في السي في عنده. فانا دلوقتي بعدين هو ممكن يدخل في حته بقى سايكولوجيكال بعد كده، اللي هو انا كنت جنرال مانجر. هي فعلا حصلت، يعني كان برضو كيس من الكيسز ان واحده بتشتغل في كوربريت كبيره يعني، وكانت عندها مشكله مع الولد اللي بيشتغل، ريزيستنس رهيب في الحاجات اللي عماله تعمل له اساينمنتس ليها. كل ما تدي له اساينمنت يقول لها ايه، ده انا كنت اكاونت، حد لسه فريش جراديويت يعني، ده انا كنت اكاونت مانجر في، ده انا كنت اكاونت مانجر، ده انا كنت اكاونت مانجر. بالظبط. فتتضح ان هو he was an account manager in a digital marketing agency. فمش ان احنا بنقلل من الكومباني، بس انت بتتكلم في كوربريت، يعني انت بتتكلم في حاجه حجمها يعني قريبه من البيج فايف، وانت مصمم انك ماسك في حته ده انا كنت كذا، ده انا كنت كذا. فالفكره انه ده بيعمل لهم ريزيستنس تو جرو، يعني ما بيكبروش من كتر ما هم صح. ما هو ماذا بعد وماذا بعد وماذا بعد التايتل؟ يعني انت عايز تعمل ايه بعد كده؟ خدت التايتل بدري. طب نحل المشكله دي ازاي؟ يعني ايه اللي بقى، يعني او انت طب خليني اسالك سؤال تاني. صدفه ان انت you hired someone on a big title وطلع على الله حكايته، ولا ما حصلتش معاك؟ سؤال مفاجئ. مش عايز الاجابه تبان ان انا بشكر في الريكروتمنت سكيلز بتاعتي، بس لا ما حصلتش. بس حصل لي ان العكس، اني لقيت تايتل حد كان عنده في الريزومي بتاعته والبايو بتاعه تايتل كبير، وانا قيمت الاكسبيرينس بتاعته، ففاهم ان التايتل ممكن يكون اكبر من الشغلانه اللي اشتغلها على حاجه، يعني شركه صغيره، يعني مش علشان انا اعظم واحد يعني بيقيم ده، بس اللي هو باين ان هو جنرال مانجر في حاجه صغيره مثلا سايز مثلا سايز اوف بزنس صغير، وانا عندي اوبورتيونيتي دي كويسه بس مش بنفس التايتل. فحصل اني اي ديد ابروتش الكانديديت ده، وكان عندي يعني بروجكت كنت ماسكه مع كلاينت،
كان was for recruitment، فكنت بعمل هيد هانتنج، وكنت شايف ان في ريليفنس في الاكسبيرينس بتاعه الكانديديت مع التايتل الموجود، بس التايتل مش هو التايتل الكبير، ما كانش جنرال مانجر بس كان تايتل كبير. ف ال 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 even ان الباكج كمان كانت فاينانشالي اكبر، بس حصل ريزيستنس عشان موضوع التايتل. واو. ويعني believe it or not، انا عايز اقول لك ان ده اتكرر مع كذا واحد، التايتل حتى if they know that they come from a smaller company. بالظبط. yeah. بالظبط. طب يعني وتقنعيه، يعني برضو جزء من شغلنا في الريكروتمنت ان انت برضو يو ار كونسلنج الكانديديت، يعني انت مش عايزه تاخديه وترميه في النار يعني ولا تاذيه ولا حاجه، لا هو الموضوع لا تعالى نتكلم، تعالى نفهم يعني، فبتقلب شويه كارير ادفايزنج بقى. أيوة. يعني فبحس ان شويه يعني لو بنرجع بقى لورا، انا لو هتفادى التايتل الكبير وانا ماشي في البلان بتاعتي، ما انا لازم، عشان انت سالتيني برضو ايه الحل. وانا قلت الحل يمكن من بدري، البلان انت هتاخد تايتل كبير وهتعمل بيه ايه، لانه ممكن يقفل عليك فرص بعد كده تو جرو. صح. فبالعكس كانت شركه كويسه جدا ومقدمه باكج هايله وفيها بنفيتس كتير كويسه، وهو ما عندوش البنفيتس دي، بس لا طب التايتل اعمل لي حاجه في التايتل، هعمل لك ايه في التايتل، ما ينفعش ان انا ارفعه. دي شركه عندها سكيل وعندها هيراركي ويو هاف تو يعني ريسبكت ده. anyway يعني لا كانت بتعطل ناس كتير طبعا. بس انا عجبتني قوي جمله الايه، قلت التايتل ايه، فخ تقريبا. التايتل فخ دي جمله هنبروزها دي، ممكن يفاير باك على والله. لا فعلا. وبعدين برضو حاجه من الحاجات اللي عايزه اقولها انه فعلا يا جماعه بيفرق قوي التايتل حجمه قد ايه في حجم الشركه. يعني لو تايتل صغير في شركه كبيره، ده معناه ان انت عديت على تفاصيل كتير قوي، الغلسه اللي مش بتعجبكم مش عشان هي غلسه، علشان دي تفاصيل ادت لان الشركه دي قدرت تشيل حجم الاكسبانشن الدولي او العالمي ده. فكل ما الدنيا كبرت كل ما التفاصيل، يعني حتى انا دايما بقول انا ما اشتغلتش كوربريت كتير، انا اشتغلت كوربريت تقريبا 4 سنين وما قدرتش. يعني ليه ما قدرتش؟ علشان انا حد بيحب برضو يتجامب، انا عامله زيهم. بس الفرق انه انا كنت زي ما انت بتقول بقى، انا كنت عارفه انا عايزه اتعلم ايه، وانا كنت عارفه انا عايزه ايه. فلما كان حد بيقول لي على التايتل يا عم اكتبني فرونت اوفيس، مش مشكله. انا قابلت مشكله دلوقتي وانا الناس بتقول لي انت مين، فاي كايند اوف ريليت تو ذس. فاحنا عايزين منك بقى خلطه. اوكي، الخلطه دي بتقول انه احنا موافقين ان الدنيا سريعه واحنا لازم نروح مع السرعه طبعا دي. طبعا. والكوربريت بصراحه ماشيه برضو بالراحه، ما هو برضو اللي بالراحه بتاع الكوربريت ده برضو صعب. اوكي، however I understand، انا واحده بحط procedures فانا فاهمه، بس مش هينفع خلاص. يعني انا بشوف الناس بتشتم اللي زي بيعملوه في وشي، فاهم؟ فنعمل ايه دلوقتي؟ وفي جيل مستعجل ومعاه حق to an extent، وجيل عارف earning السكيل عشان يبقى شخص قادر يدخل في المشكله وعارف يحلها. فانا محتاجه اجي على نفسي ازاي؟ الجاب دي نعملها ازاي؟ يعني هقول ان لو كل واحد لان بتوصل ان كمان ناس ما بتنزلش الشغل، يعني بيتعرض عليها شغل وما بتنزلوش، بيقعدوا في البيت عشان البرستيج، مش هينفع ينزلوا بالشغلان. يعني انا بعتبر ان ده كل يوم من عمر اي واحد قاعد في بيته ولا قاعد على القهوه هو هيندم عليه. وجودك في انك الداينامكس بتاعت انك بتكوني بتشتغلي في مكان حتى لو انت حاسه انك مش فيتنج فيه او مش هو في حد ذاته مكسب. لان وجودك في داينامكس هيخليكي تتعلمي، هتتعلمي من اللي حواليكي، هتتعلمي من اللي بيحصل، هتتعلمي من تغيير حصل في الماركت عمل امباكت على المكان اللي انت فيه، هتتعلمي حاجه.
فده رقم واحد، بس عشان جبتها من مش عايز ينزل اصلا يشتغل. الخلطه بقى كمان ان لما يبقى في بلان، مش لازم البلان تبقى، ممكن اكون حاسس ان دي شويه بتاثر على الجنريشن الاصغر، اللي هو فكره البلان نفسها فكره مزعجه. صح. لان هي انت في الايج ده وفي الوقت ده بتبقي فول اوف انرجي، وعندك يعني يور دريمز ما بتخلص، بتفكري في انك ممكن تكسري الدنيا، وده جميل جدا، بس ازاي نستغله؟ لازم نبقى رياليستيك، ولازم نبقى بنفكر ان احنا واحنا بنحلم يبقى عندنا آلية وميكانيزم ان احنا ازاي هنمشي في الباث بتاع تحقيق الحلم ده. ففكرة ان احنا نعمل بلان كبيرة بالعشر سنين قدام، دي فكرة طبعا قاتلة. ممكن نكسر البلان وتبقى بلان اصغر شوية بتوصل لبلان بعدها، ونعمل يعني او لنقطة ابعد بعدها. بس لان كل ما هنكبر السبان بتاع البلان، هيحصل الناس هتقع منك. اوكي. وهيحصل ان الدنيا بتتغير بره، وانا عرفت ان في كذا، فانا عايز اروح لكذا، فهسيب البلان الطويله بتاعتي. وده بيبقى تشالنج قوي جدا. فلو قدرنا نخلي البلان متكسره ل سب بلانز او مايلستونز او حاجات زي كده، او نقط تو اتشيف اند تو اسس اند تو تشيك ايه انا ماشي عامل ازاي. يعني هي عربيه حدفت منك يمين شويه هرجعها، بس ما تبقاش ماشي في طريق غلط خالص. فدي حاجه مهمه جدا، ان لما نيجي نحط بلان نحط بلان واقعي. انا ممكن اكون موجود في كوربريت، لان الكلمه دي لفتت نظري من كلامك. انا ممكن اكون موجود في كوربريت، والكوربريت ممكن تكون يعني زي ما بيقولوا تايكونز بقى، بتبقى خطواتها بطيئه جدا عشان تخبط التشينج بتاع اللي ساتسفاي الجنريشن الاصغر في التغيير وفي التعليق، انه يتعلم وانه فده كلام مفهوم جدا. بس سربرايزنجلي انت بتتعلمي برضو في انك موجوده في المكان ده حتى لو هتعلم الصبر يعني هو في تعليم. بتتعلمي حاجات كتير انت مش واخده بالك انك بتتعلميها. It's another experience. لان عموما في الاخر لازم يكون الواحد وهو ماشي عنده رؤيه ان هو عايز يحقق حاجه معينه، بس it's not the end. طول ما انت بتحقق حاجه وبتوصل لها، مش معناها ان خلاص جيم اوفر. انا ممكن احقق ان انا بقيت جنرال مانجر وانا عندي 25 سنه، وباي ذا واي موجوده وشركات كبيره كمان. بس ممكن البيزنس يقع. طب هتعمل ايه؟ هل انت عندك خبره اصلا انك تنقذ الشركه وهي بتقع؟ ما عندكش. هل انت عندك خبره انك عينت ناس تشلك البيزنس بتاعك وقت الازمات؟ ما عندكش. خبرات كتيره محتاجه سنين عشان تتعمل بالظبط وتتشكل جواك. ف يعني عايز عشان ما نتشعبش قوي في الخلطه، بس being realistic, come with a plan. مش شرط خالص تبقى بلان طويله، ويفضل انها تبقى بلان بمايلستونز متكسره لفترات قريبه. وكل بلان او كل تحقيق لانجاز معين في الجيرني بتاعك او في اللي انت عايز توصل له، لازم يكون بيوصل للنقطه اللي بعدها، وبيفتح لك مجال اوسع شويه، بس مش مجال واسع بشكل يتوهك ويشتتك. ف يعني افتكر دي كده ممكن تكون حاجه فيعني تو راب اب، احنا قلنا انه اول حاجه انت محتاج تذاكر انت عايز ايه، ومحتاج تبقى عارف انت عايز التايتل ده ليه، او عايز تشتغل في شركه ليه. وده اول خطوه للبلان، ان ابقى انا عارف، مش ماشي كده مع اصحابي وخلاص، مع
الناس اللي رايحه هناك وخلاص انا محتاجه ابقى انا عارف انا بحب ايه وعايز ايه and this is part of the plan. اتكلمنا انا اسف لازم نزود عليها وامكانياتك ايه. وامكانياتك ايه طبعا صح، ابقى عارف انا امكانياتي ايه، لانه اجان ممكن يبقى الكراود بتاعتي او صحابي او واتس سوتبل موديني في حته وانا امكانياتي حاجه تانية خالص. بالزبط. انا حد ارتستيك وناس رايحه كوربريت، او انا حد بتاع ماث او لوجيك، او صحابي رايحين ماركتنج مثلا، لانه احنا بنتغير برضو. وتاني حاجه برضو مش هينفع ان كلنا نبقى استراتيجيك ثينكرز ومانجرز. ما هو مين اللي هيشيل الشركه؟ يعني مش هينفع نبقى كلنا فجاه مانجرز، مش هينفع نبقى كلنا دايركتورز. فانتوا محتاجين برضو تفكروا انه هو يعني العماره معموله من بلوكس، فمش هينفع ان انا فجاه انط بعماره او ان انا ابقى، فدي برضو something to think about. اتكلمنا في حته دي، يعني الحته اللي انا هركز فيها الحته السايكولوجيكال، انه خدوا بالكم يا جماعه انه الستريس والانكزايتي والغيره والتنافس اللي مش لذيذ والتنافس اللي مش على زي ما انت بتقول مش شبهنا او مش شبه امكانياتنا، مش هينفع نبقى عاملين كده طول الوقت. فبرضو احنا لازم نمونيتور نفسياتنا عامله ازاي. وانت قلت حاجه لذيذه جدا، الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، انه الحاجات دي بتكريت فير اوف ميسنج اوت. فلما بنبقى عارفين ايه البلان ليها مايلستونز صغيره، هبقى عارفه to an extent I am okay here، انا تمام كويس. واحب ازود على ده انه please talk to a coach or to a mentor. انتوا في السن الصغير محتاجين ده، لان احنا في سننا احنا كنا بنعمل اللي موجود، يعني مظبوط اللي اهالينا شايفينه اوكي، اللي وافقوا عليه، اللي انا شايف انه تمام واهلي معاه تمام. ما كناش زي ما انت بتقول في الاول، قلت حاجه مهمه قوي، الجيل ده عنده بلاسنج انه عارف السكيلز بتاعته. احنا ما كناش عارفين السكيلز، احنا اشتغلنا هنا الله شاطرين حلوه قوي فاهم. you are blessed ايه surviving بالظبط surviving. فانتوا كانكم معاكم شنطه فيها معلومات كتير قوي and you're very anxious بالمعلومات دي ومش عارفين تعملوا بيها ايه، ويا لهوي انا عايزه اطير بالمعلومات دي. فسيك mentorship، سيك coaching or helping، علشان اهاليكم مش هيبقوا عارفين قوي، يبقى عندهم النظره المبعديه بتاعت بقى خناقات الداينامكس والضغوطات والورك بليس فيه ايه والسكيلز بتاعت ابني فيها. احنا بنبقى عايزين نشوف ولادنا يا اما احسن حاجه يا اما افشل حاجه. انت فاشل محتاج تطور نفسك، او انت عظيم يا بخت اللي هيشغلك او يا بخت اللي هيتجوزك ولا هيتجوزك يعني. ف ثانك يو يا شيف قوي على حلقه النهارده. يعني اتمنى ان احنا نكون مش بنقول كلام في الهوا وخلاص، يعني احنا بس عايزين نوصل لهم قد ايه انه بجد التايتلز دي فخ. التايتلز دي فخ عنوان الحلقه. ثانك يو يا شيف سو ماتش.